من منا لم يسمع ولم يغني شويخ من أرض مكناس؟ الأكيد أنه لن نجد من المغاربة من لم يستمتع بهذه التحفة الفنية الخالدة رغم مرور مئات السنين على كتابتها. فماذا تعرفون عن شويخ من أرض مكناس؟ هي قصيدة من الزجل الأندلسي لا تزال تعيش في وجدان الناس لما تحمله من معان خالدة إلى عصرنا هذا. ألفها الشاعر أبو الحسن الششتري أثناء إقامته بمدينة مكناس المغربية، واختلطت فيها الفصحى بالعامية المغربية الدارجة، مزيج من الشعر النبطي والشعبي، تروي قصة معروفة لدى سكان المغرب وتبتدئ بكلمة شويخ وهي تصغير لشيخ. يحكى أن الشاعر المتصوف المعروف بروحانيته الشديدة أبو الحسن الششتري المولود في غرناطة من أسرة ذات جاه وثراء، وقصة القصيدة أنه التقى بأحد شيوخ العلم المتصوفة فأعجب به وكأنه وجد مبتغاه فدعاه لترك الدنيا والالتزام بالدين مع مجموعة من طلبة العلم في مدينة فاس التي هاجر إليها علماء الأندلس، ثم انتقل إلى مدينة مكناس قبل أزيد من 735 سنة من أجل تطهير نفسه من الداخل من آفات الكبر والغرور والعجب بالنفس، فقام بلبس غرارة صوف خشنة على عنقه وثوبا مرقعا، وصار في الأسواق مستندا على عكاز، وقام بإنشاد تلك القصيدة الشهيرة والتي يقوم الناس بترديدها دون علم منهم بأن عمرها قد تجاوز 700 سنة. في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي قام المطرب البحريني أحمد الجميري بغنائها عام 1982. شويخ من أرض مكناس وسط الأسواق يغني، وش علي أنا من الناس وش على الناس مني. من أرض مكناس وسط الأسواق يغني، وش علي أنا من الناس وش على الناس مني. شويخ من أرض مكناس وسط الأسواق يغني، وش علي أنا من الناس وش على الناس مني. بعدما لحنها خالد الشيخ على مقام الرست. شويخ من أرض مكناس وسط الأسواق يغني، وش علي أنا من الناس وش على الناس مني.